مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: انخفاض مهم في الأسعار بالمغرب. قبل ما نبداو في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. أصدر الاتحاد الوطني لجمعية أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب بيانا تنويري للرأي العام في سياق تفاعله مع النقاش الوطني الدائر حول الارتفاع غير المسبوق في أسعار المنتجات الفلاحية، خاصة ما تعلق منه باختصار مشكل هذا الارتفاع في تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب. وأورد اتحاد لجمعية أسواق الجملة للخضر في بيانه التنويري معطيات مفصلة عززها بأرقام قال إنها بمثابة حقائق توضح العوامل المتحكمة في جل المنتجات الفلاحية والمتسببة في غلائها المسجل مؤخرا. وأبرز البيان أن نسبة المنتجات الفلاحية التي تمر على أسواق الجملة للخضر والفواكه في المغرب لا تتجاوز 28% من إجمالي المنتج الوطني. وتساءل البيان عن مصير 72% المتبقية وعن كيفية التي يتم بها ترويجها داخل المجال الترابي لعملات المملكة والأقاليم، موردا أن المستفيد الكبير من هذا الارتفاع هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق، إذ راكمت الجماعات 39 مليارا في 2022 دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصيانة. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.